بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. من الحاجات اللي تخوفنا في موضوع الاستعداد انه في عدو مش عاوزنا نوصل، الشيطان. وفي ايقونة كنا وزعناها مرة زمان في مؤتمر مشهورة في دير سانت كاترين، موجودة على كتاب سلم السماء. الأيقونة دي فنان رسمها بعد ما قرأ كتاب سلم الدرجي أو سلم السماء. ده كتاب مشهور عند الرهبان، يا ريتكم تقروه لأنه كتاب حلو. بيوصف الحياة الروحية إنها سلالم لغاية السماء، والمسيح فوق بيستقبل اللي واصلين، وتحت الناس بتطلع. ففي ناس مكربسة على أول سلمة، كل ما تطلع تلاقي العدد أقل شوية. وبعدين رسم على جنب الصورة الشياطين اللي بيرمي سهم واللي بيرمي رمح، وفي ناس في نص السلم بتقع، وفي ناس قرب الآخر بتقع، وفي ناس في الأول بتقع. عرف شفتوا الصورة دي ولا؟ الصورة دي معبرة عن حاجات كتير قوي. أولا فكرة أنه الموضوع تصاعدي، وأنها رحلة ما بتخلصش لغاية ما يخلص العمر. لازم ننتقل من سلم إلى سلم، من مجد إلى مجد. وفكرة ان محدش مش معرض للشيطان وحيله ومؤامراته ايا كان درجته، اللي بيبتدي بيتحارب، واللي في نص السكة بيتحارب، واللي قرب الاخر برضه بيتحارب. وانه لا يخلو الامر من ان في ناس بتتحارب بتقع وقعة وحشة، يعني يقعوا خالص من السلم وباين تحت النار اللي بعيد عنكم بتاخد الناس دي. فإذا كنا بنتكلم عن الاستعداد للسماء أو استعداد للقاء المسيح، لازم الواحد يبقى واعي بالحيل والمؤامرات اللي بتقابله، بالذات في كل مرحلة من حياته. بعض الناس الكبار بيعتقدوا خلاص هنتحارب بإيه؟ ما احنا كبرنا في السن. وبعض الكبار في الدرجة الروحية، يعني قد يكون راهب أو كاهن أو قسيس أو أقصد أسقف أو خادم قديم، يعتقد أنه خلاص بقى، يعني لا، مفيش خلاص لغاية ما نخلع هذا الجسد. احنا معرضين دايما لحيل إبليس. فالوعي بالموضوع ده يحمينا وينجينا. وده اللي قاله القديس بولس في تعبير قاله في كورنثوس الثانية 2 لما قال لئلا يطمع فينا الشيطان لأننا لا نجهل أفكاره. يبقى ضروري للواحد فينا انه يعرف الشيطان بيفكر ازاي، وافكاره مترجمة ادواته، مش بس افكاره، يعني بيجي ازاي، بيدخل ازاي، بيكعبل الناس ازاي. لان الواحد ساعات يبقى فاكر ان الموضوع بسيط، الخطية بتيجي مباشرة. لا، الخطية عمرها ما بتيجي مباشرة دلوقتي. فكل لما الواحد ادرك الحروب، كل ما كانت سكته للسماء اسهل. بنفس المعنى القديس بطرس بيقول اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلع. الشخص الروحاني واعي جدا انه ملوش اي خصم او عدو في الدنيا الا واحد بس، هو الشيطان. ولما يلاقي بتوع الشارع خصوم هو ما يعاديش، يقول دول مش خصومي، الشيطان اللي وراهم خصمي. لما يلاقي جيرانه ده مش هم، الشيطان اللي وراهم. انا ملياش خصم غير واحد بس، هو الشيطان. طب اللي بيكرهوك وبيضايقوك وبيأذوك كل دول ممكن يزقهم، لكن هو اللي بيزق عشان ما يكرهش بشر، عشان يفضل يحب الكل ويميز انه الخصومة الوحيدة المصرح بيها هي مع الشيطان. العداوة الوحيدة المصرح بيها لنا كمسيحيين عداوة الشيطان. بشر لا، حربنا مش مع لحم ودم. يقول يعني طول الوقت حوالينا. فبرضو يعني وانت داخل اوضتك الشيطان داخل معاك، وانت في شغلك داخل معاك، وانت في المؤتمر موجود معاك عادي. ودخل المسيح على جناح الهيكل، يعني عند جناح الهيكل ده مكان مقدس المفروض، وماله كان الشيطان بيحاول مع ربنا يسوع. اذا الشيطان ممثل في الافكار، يعني زي ما هنقولها كده، الأفكار الشريرة دي ما بترحمش الواحد، تجيله في أي وقت وفي أي مرحلة.
برضو قاعدة تالتة قبل ما نشوف الحيل دي شكلها ايه. يقول القديس يوحنا: نحن نعلم أننا من الله والعالم كله قد وضع في الشرير. يعني ايه؟ الدنيا كلها ماشية غلط، الشر هو الشر والظلام هو الظلام، بس بأشكال مختلفة. ولما تسافروا بلاد العالم اللي بيتباهوا بالحرية والديمقراطية تلاقوا ضلمة برضه، ضلمة كحل بس من نوع آخر، وتلاقوا الظلم وتلاقوا البشاعة وتلاقي البلاوي كلها. وتروحوا البلاد الفقيرة تلاقي ضلمة، وتروحوا البلاد الغنية تلاقي ضلمة. ليه؟ ما هو الشيطان مضلمها على الكل. فين تلاقي النور؟ في الكنيسة، مفروض كده، في بيت القديسين، في دير كله ناس متواضعين، في قلب رجل الله، هو ده النور. لكن بالنسبة للدنيا مفيش. عشان كده لما يقولوا نهاجر ولا ما نهاجرش نقول لهم هتدوروا على ايه؟ هي ضلمة هنا وهناك ضلمة. النور جواك انت، النور مش براك، النور فيك انت، انت اللي شايل النور. فمنين ما تروح هتنور المفروض. لكن انت مستني تروح حتة منورة، يبقى انت مش فاهم. العالم كله ايه؟ وضع في الشرير. يبقى دي قاعدة مهمة، لانه بعض الناس بتتصور ان ممكن يبقى خلاصها في مكان تاني. لا، المكان مش هو الحل. مش هتلاقي مكان يخلو من رجل الشيطان. اخر نقطة في الحتة دي ان ربنا يسوع نفسه قال قاعدة مهمة. قال ايه؟ هذه هي الدينونة: النور جاء الى العالم واحب الناس الظلمة اكثر من النور لان اعمالهم كانت شريرة. مرة واحد راجع من امريكا وبعدين قال لي: عارف اكتر حاجة كبستني؟ قلت له: هو في حاجات كتير كبستك؟ قال لي: كتير قوي، انما اكتر حاجة كبستني ان انا لقيت في الاشغال ذنب ومقالب برضه. هو كان سايب مصر عشان ايه؟ الذنب والمقالب. فطلع امريكا فاكر بقى الدنيا يعني الناس بقى ستريت قوي وبتاع. قال لي: هي بني ادمين برضه نفسه. وقال لي يعني طبعا المصريين على القمة دايما، لكن برضه شعوب اخرى موجود. فهنا احب الناس الظلمة. ما تفتكرش ان الناس اللي حواليك كلهم هيجاروك في الصح. ساعات الواحد يقول كلام حق يكون الناس بصاله كده كأنه من كوكب آخر. أنا مش بقول حاجة كده يعني، بنقول كلام عادي، الحق والخير والصح بس مين قال إن الناس بتحب الكلام ده؟ الناس ما بتحبش كده دلوقتي. هنمشي على في فكرة كده إن الشيطان ده بيزنس مان وعامل إيه؟ مشاريع، وعنده 3 مشاريع كبيرة جدا انترناشونال، وعنده مشاريع أصغر